انت مش هتعرف تعمل زيي، عشان انت ما شفتش اللي انا شفته وما اتبهدلتش البهدله اللي انا اتبهدلتها، وما كانش عندك 9 سنين وبتتضرب بالجزمه في محل. انت عمرك ما هيحصل معاك كده ولا هتقبل على نفسك كده. بس انا هقول لك الموضوع كله قدام الناس، لان انا ما عنديش حاجه اخبيها. انا الحمد لله ربنا كرمني وربنا فتحها عليا، بس مش بالقدر اللي انت فاكره. بس انا هقول لك كل حاجه قدام الناس وعلنا. حضرتك بتقول ممكن اسالك سؤال؟ بس الاول بسم الله ما شاء الله والله ما هو حسد. انت بتقول انك عامل وبتعمل في ورشه زجاج. ممكن تقول لي العربيات والموتوسيكلات والمكان الفخم اللي انت فيه ده منين؟ انا هقول لك. انا والدي الحاج محمود عبده بتاع الازاز بقاله اكتر من 55 سنه شغال في مهنه الازاز، من وهو صبي، من وهو شغال على عجله عند الحاج سعيد جمعه في شارع مصطفى كامل في اسكندريه. انا والدنا كان صبي في محل، وربنا كرم وسافر سنتين وجا فتح محل. ولما خلفني انا وانا عندي 9 سنين انا كنت بنزل اتمرمط في الورشه اقل من اقل صنايعي او صبي في المحل، وكان الصناعيه بيضربوني عشان يعلموني، وابويا كان بيخليهم يضربوني عشان يعلموني، وهو ذات نفسه كان بيضربني عشان يعلمني. فانا من وانا عندي 9 سنين وانا شغال في ورشه ازاز. لو كان العامل عندنا او الصنايعي في المحل بياخد 50 جنيه في الاسبوع، فانا كنت باخد 5 جنيه. انا كنت باخد اقل من اقل صبي في الدكان، وبالجزمه على دماغي، وما كنتش اقدر اتكلم لان هو ابويا وده مالي اللي انا شغال فيه، مقابل ان انا اخد الشقه الفخمه اللي حضرتك فاكرها دي، اللي هي بيتنا اللي انا ابويا بناها لي، وانا شاركت من المرتب اللي انا باخده اللي هو اقل من اقل صنايعي فيها. كل اللي انت شايفه ده من شقايه ومن عرق جبيني من وانا عندي 9 سنين وانا شغال. ومش محتاج اوريك ايديا لان انا ايديا كلها متقطعه من وش ومن الظهر. انا راجل بتاع ازاز فجسمي كله معرض للكلام ده، ومتعور في ايدي وفي جسمي وفي دماغي وفي وشي وفي حاجات كتير. فانا شفت في حياتي حاجات انت عمرك ما هتشوفها. ده موضوع الشقه الفخمه وان انا شغال في ورشه ازاز. اما العربيات بقى، فانا امي كانت نظره مدرسه، وامي سوت معاشها واشترت عربيه شيفورليه لانوس مش غاليه قوي على فكره في وقتها، كانت لسه نازله شيفورليه لانوس دي في 2014. فدي عربيه والدتي. انا والدتي دلوقتي بعافيه شويه ربنا اديها الصحه وبركه العمر، فانا اللي بوصلها وانا اللي بوديها للدكتور وانا اللي بوديها في اي حته، فانا اللي بسوق بيها. ولما بركب العربيه بعمل فيديو احيانا او فيديوهين على حسب يعني كده، بس مش بركبها كتير والله العظيم، ومش تحت امر 24 ساعه. دي عربيه والدتي وملكها وحاجتها، وانا ما اقدرش اخد منها حاجه مش بتاعتي. تمام. موضوع الموتوسيكل بقى، الموتوسيكل اللي انا راكبه ده مش الهاي والواو اللي انت فاكره، ان انا فاكر مثلا موتوسيكل اهو هوندا او ريس او هورنت او كوازاكي او حاجات من دي. كل الكلام ده مفيش منه. انا الموتوسيكل بتاعي صيني اصلا، وما يتعداش ال 50 60 الف جنيه، وعملت له جمعيه على مدى سنه ونص عشان اجيبه. يعني انا شقيت وتعبت وقعدت سنه ونص بعمل جمعيات عشان احوش واجيب الموتوسيكل بنفسي، لان ببساطه مفيش حد بيديني فلوس ومفيش حد بيصرف عليا. من وانا عندي 16 سنه وانا لا باخد مصروف ولا باخد اي حاجه، واللي انا بكسبه من مرتبي اللي هو اقل من اي حد انا بصرفه على نفسي. ودخلت الجيش وخلصت وطلعت وكملت، وربنا اداني باب رزق تاني اللي هو السوشيال ميديا. فانا بطلع اعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، وربك برضو بيكرمني بس مش اللي انت فاكره. يعني ما بصفريش في الشهر مثلا 20 و 25 الف جنيه، الكلام ده كله ما بيحصلش. انا راجل على باب الله، بس محافظ على نفسي، محافظ على شكلي، محافظ على هدومي، محافظ على صورتي وعلى اسمي، وبحاول دايما ان انا اكون عند حسن ظن الناس. فما تفكرش ان انا في ده كله ان انا راجل مليونير. انا لا مليونير ولا حاجه. ربنا يدي الناس كلها وربنا يرزق الناس كلها، انا مش باخد من رزق حد، بس انا دايما احب اظهر لك بصوره كويسه. ما احبش اوريك شكلي وانا شغال صنايعي، مع ان انا ليا فيديوهات على السوشيال ميديا وانا كنت متبهدل وشغال، ودي حاجه ما تعبنيش. بس انا ما احبش اخليك تشوفني بشكل وحش، احب اخليك دايما تشوفني هنا شيك ومبسوط. زي ما امي كانت تقول لي كده، امي كانت تقول لي دايما ادخل على عدوك معرش ولا تدخل عليه مكرش. يعني لو في واحد ما بيحبكش في الشارع، جارك او صاحبك ما بيحبكش، دايما حسسه ان انت اغلى واحد في الدنيا حتى لو انت ما فيش في جيبك جنيه. فانا دايما بعمل كده، الناس كلها تشوفني شيك وابن ناس ونضيف ومحترم ومؤدب، وانا ممكن ما يكونش معايا 5 جنيه في جيبي، بس دايما انا محافظ على نفسي. انت مش هتعرف تعمل زيي لان انا من صورتك انت اكبر مني في السن، ربنا يديك الصحه وطولة العمر. الموضوع ده عايز من زمان قوي. انا صنايعي وبيرفكت في شغلتي، ومفيش حد بيشكر في نفسه الا ابليس، بس والله العظيم بجد بشهاده الناس انا بيرفكت في صناعتي. انا رقم واحد توب الازاز في صناعتي، لان انا من وانا عندي 9 سنين وانا متبهدل بعمل كل حاجه تتخيلها او لا تتخيلها في مجال شغلي. ده غير ان انا بسوق وبمسك حسابات وبنظف الدكان وبكنس وبعمل كل حاجه، واي حاجه ممكن تتخيل انا بعملها. فاللي انا فيه ده ما جاش بسهوله، ده جاب شقه وتعب ومش ورث، ده جاب خلع ضرس. الواحد لما بيحصل له مصيبه، بعد الشر يعني علينا وعليكم، في حاجه من اتنين بيعملهم: يا اما بيتصل بالنجده عشان الشرطه تيجي تلحقه، يا اما بيروح اسم الشرطه ويبلغ يقول لهم يا جماعه الحقوني، انا في حد تجبر عليا او في حد ظلمني او في حد افترى عليا. ولو الموضوع وصل للسوشيال ميديا وبقى فيه ترند، بتلاقي دايما الناس بتعمل منشر للصفحه الرسميه لوزاره الداخليه، وده الدنيا كلها بتعمله. هسالكوا سؤال: حد فيكم في يوم من الايام قال لهم شكرا؟
انا ماليش علاقه بالموضوع، انا وزير الداخليه ماليش علاقه بيه، ولا وزاره الداخليه لا علاقه بيها، والله العظيم ثلاثه ما حد كلمني ولا حد قال اي حاجه. بس انا ما بشوف الناس دي واقفه في الشوارع واشوفهم بيجروا ورا المجرمين وتجار المخدرات واشوفهم متبهدلين وطالع عينيهم وبيتبهدلوا احلى بهدله، ببقى عايز اقول لهم شكرا. يعني انا بشوف الناس دي ما بجريش في الشارع، في ناس تشوف عربيه الظابط تجري، انا بشوفهم ما بجريش، بشوفهم ببقى عايز اروح اقول لهم شكرا. ولما بقابل عربيه شرطه ولا حد بقول لهم شكرا، بحس الناس بتبص لي بصه استهزاء ان انا مرشد. يعني ايه يا جماعه، في ايه؟ الناس دي اللي احنا بنتصل بيهم الا في الكوارث بس. حد قال لهم انتوا شكرا منكم على اللي انتوا بتعملوه؟ حد قال لهم انتوا بتضحوا بعمركم عشاننا؟ هم بياخدوا مرتب، هم بياخدوا امتيازات، هم بياخدوا حاجات كتير، بس في نفس الوقت انت من غيره مفيش امن وامان. الناس دي امنك وامانك. فبالله عليكم مره من عمرنا، مره من نفسنا بس نقول للناس دي شكرا. حسس الشرطه المصريه بحقها، مش حسسها ان انت يعني بتمن عليها، لا اديها حقها. قول لهم يا جماعه شكرا على اللي انتوا بتعملوه. الراجل اول ما نزل له الفيديو اللي لبسوه قميص النوم ده، الشرطه ما فيش ساعه بالظبط، ساعه كانوا جابوا الناس وودوهم اسم الشرطه وتعمل لهم محضر وتعرضوا على النيابه وهياخدوا الاجراءات القانونيه كامله. اللي بيتظلم في البلد دي بياخد حقه. فبالله عليكم زي ما انتوا بتعملوا لهم منشن وتقولوا لهم الحقونا في مصيبه والحقونا هاتوا لنا حقنا، اعملوا لهم منشن في الفيديو ده وقولوا لهم شكرا، لان هم بجد يستاهلوا الشكر.